السلام عليكم، مرحبا بكم في حلقة جديدة من البودكاست ديالنا. في حياة كل واحد منا كتبقى أمنية كتكون أعماق قلبنا بلا ما نشعرو. هناك دعاء لا ينقطع، ولك أمل لا يموت، وحلم كيبقى شامخ مهما واجهنا من خيبات ومن مصاعب في هذه الحياة. هذه الأمنية ليست مجرد فكرة عابرة، ولكن هي النور اللي كيضيء الدروب ديالنا، والنغمة اللي كتردد في القلوب ديالنا، والبوصلة اللي كتحاول دائما ترشدنا إلى الطريق نحو مستقبل أفضل وأجمل. فكر قليلا، شنو هي الأمنية اللي كتحملها في القلب ديالك اليوم؟ وشنو هو الحلم اللي كيعطيك الدفء وكيمنحك القوة والاستقرار والاستمرار؟ في لحظات اليأس ربما تشعر بأن الطريق مسدود، وأن الحياة ربما قد أخذت منا الكثير، لكن تذكر دائما أن هذه الأمنية مهما كانت بسيطة ولا بعيدة فهي قادرة على إعادة إشعال الأمل الداخل ديالك، وتحفزك على الاستمرار خطوة بخطوة ونقطة بنقطة بحول الله. لذا لا تتخلى عنها أبدا، فاجعلها الدافع ديالك الأول، واجعلها المرشد ديالك، واجعلها سببا باش تبتسم كل يوم مهما كانت الصعوبات من حولك. وفي نهاية هذه الحلقة خلينا نذكر جميعا أن كل أمنية حقيقية كتبدأ من قلب صادق ومن إصرار على أن نصل مهما طال الطريق ومهما طال الزمن، بكل الصعوبات ديالو وبكل التحديات ديالو.